تأبى القيادة السياسية للقطر العراقي إلا أن تضاعف من دعمها لجمعيتنا الوليدة على أسسها القائمة على التعددية والديمقراطية والإيمان المطلق بوحدة الأمة العربية. فيشرفنا اليوم بالحضور إلى هذه الندوة الأستاذ طارق عزيز، وزير خارجية الجمهورية العراقية، عضو القيادتين القطرية والقومية لحزب البعث العربي الاشتراكي، عضو مجلس قيادة الثورة، وهو في الحقيقة لا يأتي بهذه الصفات فقط، وإنما كواحد من كبار مفكري ونظريي حزب البعث العربي الاشتراكي والأمة العربية. فمرحبا به وشكرا لحضوره على الرغم من أعماله ومشاغله. يسرني أن أرحب بكافة السادة الضيوف الكرام سواء من الوطن العربي وسواء من القطر العراقي، وأود أن أخص بالذكر الدكتور عبد المجيد الرافعي، عضو القيادة القومية، أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وأن أخص بالذكر كذلك الدكتور فاضل البراك. يتفضل السيد عصام الجبوري ليكون مقرراً للندوة. سيترأس هذه الجلسة الدكتور الأستاذ علي الدين هلال، وهو من القطر المصري الشقيق، أمين عام الجمعية العربية للعلوم السياسية، ومن كبار المتخصصين في مسألة الأمن القومي العربي، فليتفضل رئاسة الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الأستاذ طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، السادة الضيوف الكرام، الإخوة والأخوات أعضاء الندوة والجمعية، يحضرني في هذه اللحظة عدة معاني. المعنى الأول هو تعبير مسك الختام، فها نحن على أبواب الجلسة النهائية لندوتنا. هذه الندوة التي كان موضوعها آفاق واستراتيجية السياسة العربية. هذه الندوة تضمنت 4 محاور في موضوعات الفكر السياسي، العلاقات الدولية، الصراع العربي الصهيوني، والأمن القومي العربي. ألقي في هذه الندوة 15 بحثا من باحثين يمثلون 6 أقطار عربية: الكويت، لبنان، العراق، مصر، فلسطين، والأردن. يمثلون 9 جامعات ومراكز بحثية، هي الكويت، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بغداد، الجامعة اللبنانية، جامعة النجاح الوطنية، الجامعة الأردنية بير زيت، مركز الدراسات الفلسطينية بجامعة بغداد، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. هؤلاء الباحثون يعبرون عن آراء فكرية وتوجهات سياسية جد مختلفة ومتنوعة، وقد استطعنا في هذه الندوة أن ندير حوارا حرا من كل قيد إلا قيد الحرص على المصالح العربية.
واستطعنا أن نعقد نقاشات مفتوحة تحدوها الرغبة في الخروج من المأزق العربي الذي نعيشه. دارت الحوارات والمناقشات في مناخ صحي، وأعتقد أني باسم المشاركين في هذه الندوة أتقدم بالشكر إلى الإخوة أعضاء الجمعية في العراق على الجهد الكبير الذي قاموا به. يحضرني ثانية معنى العلاقة بين الفكر والواقع، بين النظرية والتطبيق، بين رجل الجامعة ورجل الممارسة السياسية. لقد ارتفعت في هذه القاعة عدة مرات الدعوة إلى ضرورة تنظيم ندوات وحلقات دراسية في موضوعات متخصصة يكون هدفها تحديد البدائل والاختيارات المتاحة، وأن نضعها أمام صناع القرار العرب والرأي العام العربي. على سبيل المثال، لعلنا جميعا نتفق حول العداء الأمريكي الأصيل والمستمر للعرب ولكل ما نحمله من آمال وتطلعات ومصالح. هذا حسنا، لكن السؤال الأصعب هو كيف في هذه اللحظة التاريخية ندير علاقتنا مع الولايات المتحدة؟ كيف في ظروف التجزئة والتمزق العربي نتعامل مع الولايات المتحدة؟ هنا يتصل الفكر بالعمل والنظر بالواقع. ويحضرني ثالثا أهمية الموضوع الذي نتداوله هذه الأمسية، والذي دارت حوله مناقشات ساخنة هذا الصباح، وهو الأمن القومي العربي. إن موضوع الأمن القومي يثير عدة قضايا. ما هي المصالح التي نريد الدفاع عنها؟ ما هي مصادر التهديد التي نتوقعها؟ ما هي أولويات هذه المصادر والتحديات؟ ما هي السياسات الواجب اتباعها؟ ما هي المؤسسات والأجهزة الكفيلة بإدارة وأداء هذه المسؤوليات؟ ولعلكم تذكرون أنه تقريبا في كل مناقشة وفي كل جلسة أيا كان موضوعها انتهت بسؤال أساسي، أكاد أقول مأزق أساسي، وهو أين نحن العرب؟ ماذا فعلنا نحن العرب؟ ماذا تريد الحكومات العربية؟ وكأننا نقول قبل أن نطالب الآخرين بشيء، الأمريكان أو السوفيت أو غيرهم، علينا أن نطالب أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا. علينا أن نحدد ماذا نريد، وأن نحدد الحد الأدنى الذي يمكن أن نتفق عليه. ومن أفضل وأقدر المتحدثين في هذا الموضوع ومن الذين يستطيعون وضع النقاط على الحروف الأخ الكريم الأستاذ طارق عزيز. أرحب به، اسمحوا لي، زميلا كاتبا، صحفيا لامعا، مفكرا بارزا، ومناضلا سياسيا عنيدا. الأستاذ طارق عزيز شخصية عربية معروفة، تولى رئاسة تحرير صحيفة وعي العمال، ثم رئاسة تحرير صحيفة الثورة، ثم عين وزيرا للإعلام، ثم نائبا لرئيس الوزراء ووزير الخارجية، بالإضافة إلى مناصبه ومواقعه الحزبية المختلفة. نحن نرحب به في هذه القاعة ليس فقط لمنصبه القيادي في القطر العراقي، ولكن أيضا لمكانته الفكرية والثقافية. فهو قبل أن نعرفه مسؤولا حكوميا وحزبيا هو مؤلف كتاب العراق الجديد وكراسة الحرب العراقية الإيرانية، والعديد من البحوث والدراسات والكتابات في القضايا العربية المختلفة. اسمحوا لي باسم حضراتكم أن أرحب وأن أدعو الأستاذ الكريم طارق عزيز لإلقاء محاضرته. أيها الإخوة، يسعدني حقا أن أشارك معكم في أعمال هذه الندوة، ولقد شعرت بالسرور والمسؤولية معا عندما دعيت للحديث
عن موضوع الأمن القومي العربي أمامكم في هذه الندوة العلمية. شعرت بالسرور لاهتمامكم بهذا الموضوع الحيوي والجوهري، وشعرت بالمسؤولية لأن علي وأنا أتحدث إلى رجال العلم أن أكون صريحاً وأن لا أتجاوز في الوقت نفسه حدود اللياقة والمسؤولية التي ترتبها أعباء المسؤولية السياسية في وضع عربي يحزنني كما يحزنكم أن نجد فيه صعوبة شديدة في قول الحقيقة كما هي، غير أن الدافع الأساسي الذي يدفعنا جميعاً إلى قول الحقيقة مهما كانت نتائج هذا القول، وخاصة إذا ما صدر من إنسان يتعاطى كما قال الإخوة الدكتور علي والدكتور وميض شيئا من الفكر ويتعامل في الوقت نفسه في حقل الدبلوماسية، هذا الحقل المهم والمليء بالنفاق في الوقت نفسه. إن المخاطر التي تهدد الأمة العربية تدفعنا إلى أن نقول الحقيقة مهما ترتب على قولها من نتائج، ومن ذلك الحرج الذي يعانيه من يقول الحقيقة. عندما نتناول موضوع الأمن القومي العربي فمن الضروري قبل كل شيء أن نسأل: هل هناك ما يمكن تسميته أمناً قومياً عربياً؟ إذا تركنا جانباً آراء المفكرين السياسيين الذين يتناولون هذه الأمور بصورة أعمق، واقتصرنا فقط على مواقف الدول أو الأنظمة التي طالما نظرنا إليها على أن مواقفها تعتبر مواقف الحد الأدنى في معايير الفكر السياسي القومي العربي، لوجدنا أن أول وثيقة رسمية صدرت عن الدول العربية الناشئة حديثاً وهي بروتوكول الإسكندرية الصادر في 7 تشرين الأول أكتوبر عام 1944، والذي تم بموجبه إعلان إنشاء الجامعة العربية. هذا البروتوكول الذي وقعه ممثلو مصر والعراق والأردن وسوريا ولبنان. هذه الوثيقة حددت لمجلس الجامعة العربية المنبثق عن جامعة الدول العربية مهاما من بينها صيانة استقلالها وسيادتها من كل اعتداء بالوسائل الممكنة. كما أشار ذلك البروتوكول إلى احتمالات استعمال القوة لفض المنازعات بين دول الجامعة العربية، فأكد على أنه لا يجوز على كل حال الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة. كما أكد على ضرورة مراعاة الانسجام
في السياسة الخارجية، وهي كما هو معروف ركن أساسي من أركان الأمن القومي. جامعة الدول العربية. وعندما تم الاتفاق على عقد ميثاق جامعة الدول العربية في 12 آذار مارس عام 1945 بين الدول المؤسسة، وهي مصر والعراق وسوريا والأردن ولبنان والمملكة العربية السعودية واليمن، تم التأكيد على المبادئ المذكورة. وفي 13 نيسان أبريل عام 1950 أقر مجلس الجامعة العربية معاهدة للدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية. وفي عام 1953 كانت كل الدول العربية القائمة حينئذ قد وقعت على تلك المعاهدة، وهي الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية والتي ذكرتها. وبتوقيع هذه المعاهدة بين الدول العربية يمكننا القول أن تلك الدول المؤسسة للجامعة العربية قد أقرت من الناحية الرسمية وجود أمن قومي عربي، وأنها تتحمل إزاءه في إطار الجامعة العربية، وعلى أساس المعاهدة المذكورة تتحمل مسؤوليات. وقد تضمنت معاهدة الدفاع المشترك بنودا مهمة أقرأ عليكم بعضها. المادة الثانية تقول: تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أي دولة أو أكثر منها أو على قواتها اعتداء عليها جميعا، ولذلك فإنها عملا بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي عن كيانها تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها، وبأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهم. أما المادة الثالثة فتقول: